1 على 20 من الآثار الموجودة عندنا، ومع هذا فيها وزارة للآثار والتراث زي البحرين، سلطنة عمان، تونس، اليونان، كتير جدا من دول العالم، اسبانيا. يبقى حضرتك مع ايضا وجود وزاره، لابد من وجود وزاره، لان الأثريين حضرتك اكتر من 99% منهم عاوزينها وزاره. وبعدين في نفس الوقت اللي اختلفتوا على الاسماء. لا مش احنا، هم فئه حضرتك، فئه لها مصالح خاصه معدودين على اصابع اليد الواحده. طب ما نقبلوش الكلام ده ايام الدكتور زكي حواس ليه؟ تتوافقوا عليها يعني؟ لا كلنا عاوزينها وزاره، والناس كلها عاوزينها وزاره، وهناك الكثيرين يسعون لتولي هذا المنصب. بالاضافه ان لو في وزاره هتخلي الاثار هتتعمل لها دعايه بره، الاثار هتصبح مصدر من مصادر الدخل القومي لمصر، هتجيب دخل لا يقل عن البترول وقناه السويس مع بعض. اسبانيا حضرتك لا تمتلك 20 يعني لا تمتلك خمس اثارنا، ومع هذا من خلال اثار معلش بتجيب دخل سنوي قدره 40 مليار دولار. وهي ما عندهاش. فاحنا ليه فيما يخص التسويق للآثار بتاعتنا؟ لأن وزارة السياحة لا تقوم بالدور المطلوب منها مع يعني الأثريين في يعني ترميم الأماكن وجعلها مزار كده، ويعني تعاون كتير مش موجود. وبعدين لازم برضه أنا عايزة أطمن الناس على حاجة المادي ويثبتوا العمالة المؤقتة. دكتور رأفت برضه في كلام كتير ولغط كتير اتكلم عن الآثار أو القطع الأثرية النادرة اللي هي مش قديمة لكن ممكن تكون في العصور يعني منها عدد قليل اللي كانت موجودة في القصور الرئاسية. يعني الموضوع ده ظهر في الجرايد والصحف بشكل كبير. هل انتوا كلجنه مختصه، يمكن انتوا مختصين بالمتحف المصري، هتنتقلوا او في لجنه تانية مشكله لهذا الامر؟ يعني برضو تخصصكم، هل هتحطوا ايديكم بقى على برضو اذا تم سرقه حاجات من لو طلب منا هنقوم بهذا العمل، لكن لم يطلب. مشكله لم يطلب. احنا في مهمه المتحف المصري، لو طلب منا متحف اسلامي او القصور الملكيه هنقوم بيها. بس القصور الملكيه اعتقد في لجنه مشكله من المجلس الاعلى للاثار بتقوم بعمليه الجرد. اعتقد الدكتور محمود عباس هو رئيس اللجنه اللي هو ماسك المتاحف التاريخيه. فحضرتك هم مين بعمليه الجرد من خلال المجلس الاعلى للاثار. انما لو طلب مننا القيام باي عمل خاص بمصر لن نتاخر، دي بلدنا واحنا بنحب بلدنا وبنحافظ على تراث بلدنا. يعني هحاول اربط بين الفقره اللي فاتت والفقره حضرتك بتقول لو طلب مننا لمصر لن نتاخر، ولسه بنقول المستشارين بياخدوا الملايين. هل حال مستشارين الاثار برضه بتوصل لهم الملايين او حتى الالافات دي؟ لا ولا لا تصل برضه؟ في مستشارين ما بياخدوش، بس ده اعتقد 1 أو 2، انما الغالبيه العظمى هم حوالي 100 مستشار بياخدوا. اعتقد انا بسمع كده ان اقل حاجه 10,000 فما فوق. يعني في ناس بياخدوا 30 وحاجات زي كده، الله اعلم. برضو ذو فايده يا دكتور محمد وجودهم مهم جدا للهيئه، ولا ممكن برضو الاستغناء عنه؟ والله حضرتك يعني اذا كان له دور فعال لخدمه الاثار يعني لا ما نستغناش عنه. انما يعني انا شايف اذا كانت مجاملات معظمهم مجاملات، بس في ناس فعلا متخصصين، معظمهم مجاملات. هو بس ان انا ارجو فعلا انا بتقول معظمهم معظمهم مجاملات، معظمهم صحيح، انما القله هم المتخصصين. تمام. انا بشكر وجودكم معانا واتمنى